اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. ازيكم عاملين ايه؟ طمنيني عليكم. فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد. يا رب يجعله كده يوم خير علينا. انا بسجل لكم دلوقتي الفويس اوفر على حوالي الساعة 6 كده، مش عارفة بصراحة الفيديو هينزل لكم امتى. النهاردة الاربع. فقبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نبدأ، انا اموره ودي قناتي، ولسه لاول مره بتشوف القناه تعمل اشتراك تحت موجوده كده باللون الاحمر في بوكس احمر كده، هو كلمه اشتراك اضغطي عليها، وكمان اعملي لايك للفيديو لو عجبك، وكومنت كده حلو زيكم تحت كده لطيف. كلامكم بيسعدني جدا جدا جدا. النهارده بقى كنت المفروض انا يعني هنزل مع جوزي مثلا عشان ننزل نجيب شويه حاجات كده للبيت، يعني تقضيني مثلا اسبوع او اسبوعين. انا بجيب كده يعني بالاسبوع او الاسبوعين، ما بجيبش بالشهر. وفي حاجات بتطول معايا لشهر. ولكن بقى الحاجات اللي لازم اعملها ان انا لازم اكتب الحاجات اللي انا محتاجاها حاجه حاجه، يعني بعمل قسم العطاره والتوابل، وبكتب الحاجات اللي انا عايزاها من عند العطار او مثلا من عند جمله ماركت اللي بنجيب منه، تمام. وبعدين بكتب مثلا حاجة العطارة، اللي أنا عايزة مكرونة ايه وعايزة رز ايه وسكر ايه والحاجات من دي. وبعد كده بكتب الجبن مثلا والحاجات اللي هي المجمدة. انا مش محتاجة حاجة غير بسلة بس، والخضار بقى اللي هو مثلا من السوق هنحتاج ايه بس كده، وقسم المنظفات واللحوم. انا الحمد لله عندي لحوم لسه، عندي يعني لحمة مفرومة فمش هحتاج، وعندي كم عندي تقريبا يعني صدر بانيه ولسه عندي اوراق، فيعني انا قلت ايه اجيب مثلا وركين كده مثلا مع كبد او فرخة صغيرة يعني على حسب بس. نيجي بقى للمهمة اللي احنا قلنا ان احنا كل يوم هنعمل مهمة في ربع ساعة. بس بصراحة بقى لكم ان تتخيلوا ان واحدة حامل دخلت في الجزء ده، في الزاوية دي انا بقيت قاعدة مزنوقة زنقة جوه. جيت بقى كنت كاتبة النهاردة ان انا يعني هروق الضرفة دي، هنضفها كده انظمها. فجبت الاسبونج كده وجبت البخاخ بتاع اللي هو فيه بريكس ده او ديتول، ومسحت كده بقى جوه ودعكت بالليفة ظبطتها يعني. وهكذا برضو المفرش اللي انا كنت فرشاه برضو مسحته كده كويس ونشرته، يعني انا قلت انشره كده عقبال ما اخلص تنظيم وكده واشوف ايه اللي انا مش محتاجاه هيكون نشف. وقد كان يعني تمام، هويت الضرفة وكله تمام. وبدأت كده ان انا انظم، حطيت علب التلاجة كلها والغطيان بتاعتها في حاجة واحدة وبس، يعني حاولت ان انا انظم كده قدر الامكان. لسه بقى الضرفة اللي تحت، تخيلوا ان انا اتزنقت جوه هنا يعني. تخيلوا بقى. بصوا انا هنا فرشة كرتونة على السيراميك يعني على الارضية. بصوا بقى لو في اي فتافيت او اي حاجة، يعني هي بصي هي بتحافظ على الارضية اللي مكانها، مش بتخليها مبقعة يعني ولا اي حاجة. ولكن انا اصلا السيراميك عندي هو يعني نمرة واحد وكل حاجة، ولكن اللي هي التشجيرة بتاعته دي ذات نفسها يهيأ لك ان هو مش نظيف. الحاجات اللي هي في الاركان دي شفطتها بالمكنسة، ودخلت برضو جوه بقى بالسبونش والفوطة، وبرضو نضفت كده يعني ايه كله تمام. جيت هنا برضو على الضرفة اللي جنبها، انا ما نظمتهاش النهارده، دي لسه هعملها بكره ان شاء الله. ولكن قلت خليني ايه يعني اطلع الحاجات اللي فيها، عشان في حاجات كنت هحطها برضو في الضرفة اللي تحت. طقم التوزيع اللي هو الاستانلس بتاعي ده انا لسه ما استخدمتهوش حرفيا ولسه بورقته. بستخدم ايه اللي بستخدم اللي هو بتاع ايكيا. وبرضو الطقم اللي هو التيفال ده من نوفال، بس انا برضو يعني ماليش استخدام فيه قوي، فبرضو قلت خليني احطه تحت. الصواني وكده وقوالب الكيك برضو في حاجات هحطها منها تحت وفي حاجات هحطها فوق. بصوا يعني هو الطقم لسه اصلا بالورقة بتاعته حرفيا. هنا الجريل بتاعي اللي هو قرشة ده دبل جريل، كويس جدا، ولكن برضو استخدامي فيه مش كتير قوي. فقلت برضو خليني احطه تحت. هنا بقى دي حاجات تبع الخلاط وايه، واللي هو التوستر اللي هي الاجهزه مثلا اللي انا مش بستخدمها او اللي هي الاسلحه اللي انا مش بستخدمها، ولكن برضو حطها في كيس كده وقلت خليني احطها تحت علشان لو احتجتها تبقى برضو تحت ايدي يعني في المطبخ. حاولت انظم الضلفه كده على قد ما اقدر. بس ده كان كده الشكل النهائي تقريبا. قلبت كده الطواجن علشان يعني ايه، يعني ابقى متاكده وضامنه ان هي ما يدخلهاش اي حاجه، هو اللهم لك الحمد يعني ما فيش هنا حاجه، بس برضو الكيسه السمرة دي دي فيها سوداني، السوداني اللي هو بتاع العيد ده لسه جايباه قريب. فبرضو يعني ايه ركناه هنا كده مش بستخدمه كتير يعني.
بصوا بقى، اللي عارفين انتوا الكسترات او اللي هي الاورديف، اللي هي الخشب والحاجات دي، عايزه اقول لكم ان هي طلعت مش خشب، دي اللي هي MDF. عارفين انتوا الخشب اللي هو MDF؟ يعني كرتون مضغوط. كنت حطاها على الرخامه ووصلها ميه وشكلها بقى زي ما انتوا شايفين كده. اللي هي المدوره دي كانت لسه جديده يعني، ما استخدمتهاش قوي. هنا بقى الضرفه طبعا لسه مش منظمه، هننظمها ان شاء الله لما اجيب الخزين بقى وكده ونرص سوا. وايه كمان، وطالبه كمان منظمات كده اونلاين. هنبقى نجيبها برضو، وعايزين نظبط بقى ضرفة الخزين. بكره ان شاء الله بقول لكم ان انا عملنا امبارح الدرجين، وعملنا النهارده الضرفه اللي هي الزاويه دي. بكره هاخد بقى الضرفه اللي انا كنت لسه فاتحاها من شويه، والضرفه اللي هي بتاعت المنظفات دي، عشان دي بتبقى تحت الحوض، وبالنسبه لي التنظيم فيها صعب شويه. الحمد لله رجعت المطبخ كما كان يعني، الحمد لله اهم حاجه. لو وصلتي لغاية هنا بقى في الفيديو، بفكرك تاني ان انتي تعملي لايك، او اعملي لايك. جيت هنا بقى البوتاجاز، الحمد لله، اللهم بارك يا رب، كنت ملمعاه من قبل ما ابدا. برضو بالبخاخ والله يا بنات، والفوطه بس، ما عملتش اي حاجه تاني. حتى الازاز بتاعه برضو. جيت هنا على الرخامه، قلت خليني بقى ايه يعني، امسحها كده بالمره، مكان ما كنا بنطلع وندخل ونعمل حاجات، خليني امسحها كده ايه يعني، اديها تلميعه. فبرضو بالبخاخ ده كده. البخاخ ده بقى حبيبي قوي يا جماعه الفتره دي بجد. وهنا طلعت صدر فرخه. صدر كده كنت مقطعاه بانيه يعني. وهعمل بيه النهارده كفته رز. تمام، كفته رز بالفراخ، بس عايزه اقول لكم بقى طلعت خطيره خطيره. انا بعمل لكم دلوقتي الفويس اوفر وانا لسه اكله منها طبق. يعني قلت اتسلى كده عقبال جوزي ما يجي، عشان لسه قدامه شويه. فبص بصراحه خطيره يا جماعه والله. اعملوها على ضمانتي. مسحت بقى الرخامه. ولو وصلت لهنا بقى اذكري الله كده، وكومنت كده حلو بقى تاني. انا قاعده كل شويه بفكركم ليه، لان كلامكم الحلو ودعاويكم الحلوه بصراحه حمستني. وغير كده كمان ان انا ما عنديش اخوات بنات، فحاسه ان انتوا بتدعوا لي قوي، ان انتوا يعني اخواتي كده وعيلتي التانية. على اساس بقى ان انا كنت هنزل النهارده. تمام، بس شكلها مش باين لها نزول يعني. فقلت خليني اغسل يعني. بصوا انا لابسه نقاب. ف... فده جلباب كده واسع كده، او زي ملحفه كده كويتي. قلت خليني يعني ايه البسها. يعني النهارده بما انها ايه واسعه بقى كده، والواحد مش عايز حاجه ضيقه بصراحه. الواحد عايز حاجه فضفاضه فعلا. فقلت خليني اطلعها كده النهارده. ورحت غسلاها. السلم بقى عندي زي ما انتوا شايفين كده قدام باب الشقة، يعني ايه الوضع مش احسن حاجة، لان عندي عصافير في المكان ده، وكل شوية بقى ايه يعني بتوقع كده مكانها. فممكن يعني انا عاملة السلم اول امبارح ومظبطاه وكل حاجة، جيت النهاردة لقيته بالمنظر اللي انتوا شايفينه، مع العاصفة بقى وكده، فيعني الحمد لله. كنست كده وجبت برضو المقشة اللي انا عملت بيها دي. ومعايا كده شوية الجردل اللي هو بتاع البرسيل جل ده، اللي هو البلاك ده. ده حاطه فيه مية وشوية كلور خام وشوية برسيل جل. دعكت بيهم كده بقى ايه السلم من فوق وتحت، يعني ده بيتنا يا جماعة، مش عمارة ولا حاجة، ده بيتنا. فيعني نطلع بقى وننضف براحتنا. بصوا بقى كده الدنيا بقت رايقة وحلوة. وطبعا التراب زي ما انتوا شايفين، ايوه بصوا التراب من العاصفة. بجد يعني انا نسيت شباك مفتوح، مش شباك يعني، قافلة السلك. يعني شايلة الازاز كده من القلموتين وعاملة السلك بس. فلقيت الدنيا بقى مبهدله جامد، فقلت لا يعني خليني ايه امسحها برضو بسرعه، عشان بصراحه شكل الغبار او التراب ده يعني ايه مزعج قوي للعين كده بصراحه يعني. فجبت هنا الفوطه اللي هي الميكرو فايبر دي، حطيت عليها كده من البخاخ ده، انا عاملاه في البيت يعني، علب المعطر دي لما تخلص مش برميها، بستخدمها عادي كبخاخه في المنظفات وكده. فحاطه فيه شويه بسيطه من ايه، من ملمع الزجاج. وشوية دوني حاجة بسيطة قوي كده، وشوية مية وشوية خل. بمشي بقى ايه يعني ألمع بيهم مثلا الإزاز وكده، يعني بخة صغيرة. لأن لو الفوطة أصلا دي مبلولة، هتلاقي يعني أول ما تنشف الايه، أول ما تنشف مثلا السفرة أو كده الحاجة اللي انتي مسحتيها، هتلاقي التراب رجع تاني يعني. بس خدت طبعا المبخرة، لقيتها عندي كانت مبهدلة. الله عظيم عظيم يا رب، اشهد ان لا اله الا الله انا سيدنا محمد رسول الله. فالفوطة طبعا بتكون ناشفة يا دوب، بس بخة بسيطة كده على الفوطة بس مش اكتر. مسحت برضو الترابيزات، وجيت هنا على الليفينج برضو نفس النظام، هو ده بقى الشباك اللي عمل لي الكارثة دي كلها. فبرضو كده ايه قلت خليني امسح الترابيزة. وبصراحة ما كنتش قادرة بقى ان انا امسح الاشكال والحاجات دي تاني، فقلت يعني ايه خليني امسح الترابيزة وخلاص.
كنت بقى ايه خلاص يعني الوقت يعني خلاص بيهرب مني ان انا محتاجة لازم اعمل ايه الغدا. دخلت هنا كده على المبخرة بتاعتي عشان انضفها الاول. جيت هنا المبخرة كنت عايزة انضفها، هوريكم انا بعملها ازاي. الوعاء او اللي هي البتاع الاستانلس اللي احنا بنحط فيها المبخرة دي، دي انا بلفها يعني بورقة فويل علشان ما تتبهدلش. وطبعا زي ما انتوا شايفين متبهدلة، بس يعني تخيلوا بقى ان هي بصراحة كانت المفروض تتغسل، بس انا ما كنتش قادرة اغسل حاجة النهاردة بقى خلاص حلو كده. جبت ورقة الفويل دي وحطيتها، يعني لكم ان تتخيلوا ان هي بورقة الفويل وبقت عاملة كده، تخيلوا بقى لو هي مش بورقة الفويل كانت هتبقى عاملة ازاي. فجبتها هنا برضو تاني حطيت لها ورقة فويل، بس ده اللي هو الطبق الفويل لانه بيكون سميك شوية. لو هتعملي ورقة فويل اللي هي العادية دي خليها على كذا طبقة. نيجي بقى على طول كده نجهز الغدا. جبت الكبة بتاعتي، ده الكيتشن ماشين بتاعي، نوعه كينوت 1000 واط. ما شاء الله ممتاز جدا. كان عندي هنا صدر بانيه، صدر فرخة يعني متقطع بانيه. فحطيت كده بصل احمر. ولو هتعملي كفتة الرز اللي هي بالفراخ دي، حاولي فعلا ان انت تستخدمي بصل احمر، لان حسيته يعني فارق في الطعم وعطي لون احمر كده لل للايه للكفته. بصوا بقى، قلبت الدنيا على خضره جنبي، ما لقيتش خضره، طبعا في ازمه في الخضره زي ما احنا عارفين يعني. وان انا جايه يعني بعت مثلا ولاد عندنا من الشارع يجيبوا لي خضره وكده، فقالوا لي الراجل قال لنا انت جاي متاخر، الخضره بتخلص الصبح يعني وكده. فكان عندي كيس كده خضره في الفريزر، الخضره دي انا فاكراها كنت جايبه ب10 جنيه وكانت هتبوظ مني. ده من كذا شهر على فكره، حوالي شهرين 3. كنت جايبه كام كيس خضره هيبوظ يعني معايا، فرحت اخده فرماهم وحطاهم، مش فرماهم يعني قطعاهم كده بسكينه وحطاهم على طول في التلاجة في الفريزر. عايزه اقول لكم بصوا نفعت ازاي، كل حاجه فعلا بتنفع. حطيت بصلايه وحطيت صدر الفرخه وحطيت كوبايه وربع من الرز عليها، وحطيت حوالي معلقه توم كده حلوه، ومعلقه بابريكا، ومعلقه من السبع بهارات، مش معلقه 7 بهارات، هي رشه 7 بهارات. وحطيت ملح وفلفل وبهارات كبسه اللي هي من فتح الله، لان بهارات الكبسه بتاعت فتح الله تقريبا حاطين فيها ماجي او حاجه فطعمها حلو يعني. جيت هنا بقى قلت مش لسه هطلع الدرق يعني بتاع الخلاط وكده، خليني اضرب بقى ايه في الكبه بالمره. رحت جايبه الطماطم دي، كيلو طماطم ب20 جنيه يا جماعه، والله سعره بقى اوفر قوي. فدي الطماطم كانت عندي طريه اصلا شويه، فهي عايزه تتعمل ايه صلصه، وانا كده كده اصلا محتاجه النهارده الصلصه. فضربتها كده على طول في الكبه، زودتها بس شويه ميه علشان الكبه يعني وكده تمشي فيها وتبقى مضروبه زيها زي الخلاط. بس هنيجي بقى هنا ايه، قلت خليني اصبع الكفته عقبال ما اكون بقى مسحت الحاجه يعني، وخلصت المواعين اللي انا يعني غسلت المواعين اللي انا استخدمتها وكده، ورجعت تاني بقى المطبخ كما كان. عقبال ما خلصت كانت الكفته يعني ايه اتشمعت كده شويه، حطيتها طبعا في الفريزر يعني بالظبط الموضوع ما جاش 5 دقايق، اللي هي ريحتها بس. ممكن تضيفي لها بيكنج باودر لو حابه، وتقدري لو انتي هتفرزيها. انا بسيبها صوابع زي ما هي كده، واحطها مثلا في الصينيه دي في الفريزر، واول ما تتجمد كلها اقوم حاطه الصوابع دي بقى كلها في كيس اللي هو اكياس التلاجة دي يعني اللي احنا بنستخدمها. واطلعها بقى على القلية على طول واكمل يعني. ممكن تسيبيها عجينة زي ما هي، بس هتستني فترة انها تفك بقى عشان تصبعيها وكده. جيت هنا حطيت معلقة من الزيت وعليها يعني قيمة 3 فصوص كده من الثوم، ونزلت بقى بايه بالذرة اللي هو بتاع الطماطم ده، وحطيت له فلفل اسود وملح وبس كده. هسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها، تتسبك يعني الزيت يطلع فوق عشان ما يكونش حد بس مش عارف. وجيت بقى اقلي الكفتة، ولا صباع فك، اللهم بارك يا رب. وطعمها خطير خطير يا جماعة بجد، والله جربوه. قولوا لي بقى، حد مشى معايا على اللي هو النظام اللي هو بتاعت مهمة كل يوم في ربع ساعة دي. احنا بكره ان شاء الله قلت لكم هنعمل الضرفة اللي هي تحت المطبخ، تحت تقفيلة الحوض، وهنعمل ضرفة خزين تقريبا. فلو عملتي كده فعلا والله ممكن في اسبوع تخلصي المطبخ كله وهيفضل دايما معاكي رايق. الصلصة هنا اتسبكت، نزلت ببطاطساية واحدة بس كده مكعبات صغيرة، وبعدها ب5 دقايق بالظبط هنزل بقى بصوابع الكفتة معايا، وعملت جنبها رز بشعرية. بس كده كان ده الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى ان انا اكون ضيفة كده خفيفة على قلوبكم، واستودعكم في رعاية الله، مع الف سلامة.